علاقة الإمارات مع المغرب علاقة أزلية وكبيرة ومستمرة وكبيرة منذ قرون طويلة ومستمرة. هو المغربي واقف مع الإماراتي الآن، واقف مع الإماراتي، نشكره ونرفع له العقال كذلك على الوقوف. الأزمات موجودة ولكن كل شيء لا نهاية بإذن الله تعالى. علاقة السلام عليكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش شي لايك وتعليق زوين، واللي مابونيش تابونا عندنا، ويلا نبداو على بركة الله. الإمارات مستمرة مع المغرب أيام الحسن الثاني وكذلك الشيخ زايد رحمهم الله، مستمرة بين الشعبين العزيزين الإماراتي والمغربي. المغرب عندو علاقات زوينة مع جميع الدول العربية، مع الإمارات، السعودية، مصر، قطر، يعني جميع الدول العربية، عكس شي دول أخرين اللي كيخرجوا يبداو يقزموا في الدول الأخرين، وداكشي حنا قاطين داكشي أخو. سي تبون خلينا نشوفوا سي تبون شو يقول. احنا ما كان والو، خلينا نسمعوا ونقصروا ورا المشكل. لازم نرفع من قيمة الدينار. كيف سترفع من قيمته السيد الرئيس؟ الدينار يرتفع فيه ميكانيزمات عند البنك سنترال باش نرفع قيمة الدينار تاعي. مثلا لما الدينار اليوم نقولوا راه يدير، دابا هو باش يرفع قيمة الدينار الجزائري خاصو يهبط قيمة الدولار، ولكن هو راه جا ما عرفش اخويا ندخل يدير 140 دولار. مثلا لما الدينار اليوم نقولوا راه يدير 140 دولار. Didn't expect that reaction, but that's okay. نوصلوا انا باش يدير 100 دولار. ديروا راسكم بحال ما سمعتش والو، راه اللسان ما فيه عظم. ديروا راسكم ما سمعتش والو. ديك العيب ديال اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. Be sure you get the right attribution there. فهمت؟ Yes. لازم نرفعوا سعد. واحد الرسالة للخوتنا الجزائريين، الله يرحم لكم والدي، لا ما تفرطوا في هذا الرئيس، والله الا كيفوش علينا، والله لا ما تفرطوا فيه، ما تلقاوش بحاله، والله ما تلقاو بحاله. ننتخبوا ليه 10 سنين 20 عام بحال سعر الدينار. حنا نرفعوا سعر الدينار. الصحافي هذاك بنيته، هذاك بومرجان مدير ديوان وزير الاتصال حاليا، بومرجان يهضر بنيته، قال له سي تبون كفاه ترفعوا سعر الدينار، كفاه ترفعوا سعر الدينار، قلنا كفاه. تبون خزر فيه كراه، يقول له طاطا اختك. بعد كي جاتو عيب قال له فيه ميكانيزمات. الصحافي اللي جري يشوف الفيديو راه شفتو مزيان ولا حتشوف مزيان، الصحافي راه شداتو الضحكه. واش غدير؟ الله يلاه الله يصوب، الله يهديه مسكين، الله يهديه. هي عطينا ميكانيزمات، يعني نحوس نعرفوا هذه الميكانيزمات. فيها ميكانيزمات، فيه ميكانيزمات. هذيك حاجه ما نقدرش نقول لك عليها. الميكانيزمات راه من اسرار الدوله، راه ما يمكنش يقولوا واش المريض لا بوسيبل اصاحبي يقول خليه بوحدو صافي، هو راسو. 130 سنة 132 سنة. والله سيدي ما كنتش حاضر هاد الايامات، انا كنت مسافر ما كنتفرجش في التلفازه بزاف. 30% تاع الجزائريين عندهم ضغط الدم، 25% عندهم مرض القلب، 73% ما يشوفوش مليح. والله العظيم هاد الايامات راه هذاك الشيء اللي كاين. هو نقص من الاقتصاد للطب، يعني متعدد المواهب، مسكين متعدد المواهب، يدو معاك في الطب، في الاقتصاد، في اي حاجه بغيتي، فهمتي؟ اي حاجه طائرة ماشية من وهران الجنوب 100 مقعد فارغ، شباب كانوا باش يركبوا، تزايدوا في الكلام، قال لهم بلا استغفر الله بلا ربي ما يركب واحد، ومشى الطيارة نصها فارغ. اول مره كنشوف انا السيده متفلاش واحد يقطع الطباعة راه زادوا فيه صعيب. صافي بارك عليكم من كوكب طيط.
حيت كوكب طيطر بحال كوكب زمردة. دابا ندوزو لكوكب الحقيقة كوكب الاكشن. طيب صار خلاف بينك وبين كراسكو في ضربة الجزاء، وانت قبل شوي تقول ان اللاعبين الكبار يحترموا بعض وما يدخلوا على بعض. نعم. ايش اللي صار؟ ايش اقول لك يعني ضربة جزاء هذه ما ادري هل كراسكو كان هو المخصص الاول العام ولا لا. فانا اتكلم لك على هذا العام، هذا السنه من اول ما جيت وانا قاعد اشوت البلانتيات من اول ما جيت، بمعنى انه صرت انا الاول في تنفيذ ضربات الجزاء، وانا باقي بيني وبين عمر هدفين. انت قاعد تشوف الحين نادي العروبه اغلبيه لعيبته وين عمر خذ، وين عمر خذ. بالعكس احي عبد الرزاق باقي لي واحد شوي يوصل للهدف ديالو، ويجي واحد في الاخر يحاول يكاسي حشومه والله الا حشوم بالله. المهم حمد الله راه لاعب كبير مغربي. حييهم يساعدوا صديقهم وزميلهم انه يوصل لشيء ترى مو سهل. اذا تبي تكون هداف التاريخي للدوري لازمك 7-8 سنوات وانت جالس هنا. هل في محترف حيقدر يجلس هذه المده؟ قليل على رؤوس الاصابع. بمعنى حمد الله قرب الى هذا الرقم، ساعدوه، خلوه يتنافس مع اخوه وصديقه تنافس شريف. خلي حمد الله يسجل هدفين وعمر مسجل هدف، وبعدين المباراه اللي بعدها خلي المنافسه تكون مره حلوه. يعني انت يا يانيك انا اقول لك انا صريح وصريح وصريح، حتى لو سجلت البلانتي هل يفيدك في شيء؟ ترى في فرق انه مثلا احنا في بدايه الموسم في وسط الموسم اوكي بلانتي خذ عادي جدا، لكن انت تشوف باقي 4-5 مباريات لا، ومو انافس عمر سنه وحده، قاعد انافس حتى على هداف الدوري. يعني ترى مباراه اسجل فيها هاتريك صرت انا هناك، صرت انا الاول يعني ما. فبالعكس لازم يعني ياخذ الكره ويعطي لعبد الرزاق تفضل. الى عجبكم لما اخذ الكره كلمت يعني ان بكل عفويه يعني خلوني انا اشوت لانه انا احوج للبلانتي من. المغرب لا يقول الشعارات الوهمية. السيد بوريطة لقد كسر جميع الحواجز وصلى الظهر في القدس، وهناك ستكون الشرطة والقوة المسلحة الملكية في فلسطين.